السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدًا، في ناس كتير بتسأل إيه هو الطب البديل؟ وفي ناس حصل عندها اضطرابات كده كتير مش فاهمين يعني إيه طب بديل. الطب البديل هو مجموعة من الممارسات العلاجية التقليدية والغير تقليدية اللي استخدمت لآلاف السنين في شتى أنحاء العالم، وما زالت تستخدم حتى هذا اليوم. العلاج بالطب البديل عبارة عن هنمثله زي شجرة ليها أفرع كتير. هو العلاج بالطب البديل مش نوع واحد من العلاجات، لأ ده أكتر من نوع، منه العلاج بالحجم، العلاج بالريفلكسولوجي أو العلاج بالchiropractic، العلاج بالزيوت، العلاج بالتنفس، العلاج بالمصل سم النحل، العلاج باليوجا والتأمل، أنواع كتير جدًا من العلاجات. طب يا دكتور هل أنا هاتعالج بكل الحاجات دي كلها أو الحاجات دي كلها هتفيدني إزاي؟ لأ إحنا كل حاجة ليها فايدة. يعني كل حاجة من العلاجات دي ليها استخدام معين يقدر يفيد الجسم في حاجة. هي كده العلاج بالطب البديل بفضل الله مفيد للجسم عامة، لصحة الجسم عامة والعقل والصحة النفسية، مفيد بكل النواحي. لكن كل نوع منه بيستخدم لتداوي أو للتخلص من مشكلة معينة. أنواع بقى زي إيه؟ يعني ناس كتير بتعاني سنين عمر من مشاكل مرضية، سواء كانت أمراض خلل في الجهاز المناعي زي الروماتويد، زي الروماتيزم، زي أمراض كتير أوي خاصة بخلل الجهاز المناعي، وأمراض التهابية كتير جدًا وما يعرفوش إن ليها علاج وليها تداوي بباب آخر من العلاجات موجود بفضل الله. أنواع كتيرة جدًا تقدر إنك تتخلص بيها من كل المشاكل المرضية زي الروماتويد، زي الروماتيزم، زي صدفية، أمراض المناعة الحسية، الانزلاقات الغضروفية، كل الحاجات دي ليها سكة تانية للتداوي بالطب البديل. إن شاء الله بإذن الله في حلقات تانية هنشرحها بالتفصيل واحدة كل مرض وعلاجه إزاي وبيتسحب من الجسم إزاي بسهولة وبيسر إن شاء الله، ربنا يجعلنا مفيدين. نشكركم ونشوفكم على خير في حلقات.